فيما يخص المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة لU17 ضد منتخب غانا، دخول غير موفق لأشبال غيموز بعد 10 دقائق خطأين وتلقي هدفين. رأينا تغيير في المراكز، تحول اللاعب رقم 7 عابد ياسين لجناح أيسر، ودخول رقم 18 جريني للعمق كصانع لعب أنعش الخط الأمامي. في الشوط الثاني تغيير بدخول جناح الأيمن مغلوط رقم 25، تمكنا من تعديل عن طريق بن علي وزيدي، وضيعنا الفوز بتضييع ضربة جزاء ضيعها رقم 18 جريني، تحصل عليها المتألق رقم 7 عابد ياسين. شفنا تغييرات تكتيكية في الشوط الثاني، إغلاق العمق، كان عندنا مشكلة في العمق، دونسيتي، درنا دونسيتي في العمق. مشكلة أخرى أن الأظهرة لا يصعدون كثيرا، مما صعب من مأمورية المهاجمين عدم القيام بالمضاعفة الخارجية أو الداخلية، دي دوبلومون اكستيرير انتيرير، اوفرلاب ولا الاندرلاب. نضرب لكم موعد الأحد المقبل على الساعة 5، مقابلة قوية ضد المتصدر جنوب إفريقيا.